نشر الإعلام المغربي فيديو حاول من خلاله الوصول إلى ترند مزيف في سابقة خطيرة تدل على مستوى الانحطاط الذي وصل إليه الإعلام المغربي، حين وقع مجددا في غبائه وتصرفاته السريانية تجاه الجزائر، حيث أصبح يقلد ويهاجم الجزائر في أي شيء تقوم به. فبعد أن حاول الضباب المغربي سرقة الإمام الجزائري وليد محساسة من الجزائر والجزائريين، استطاع خلال الساعات القليلة الماضية من صناعة مشهد مشابه للمشهد العفوي الذي وقع للإمام الجزائري، بمشهد إمام مغربي وهو يصلي ويحمل على كتفيه طفلا صغيرا، واصفا المشهد بالمؤثر وهو في حالة خشوع، وعلى أنه مشهد مريح للأبصار وسط طمأنينة طفل مغربي في حضن إمام مغربي خلال صلاة التهجد، على أنها تأسر قلوب المغاربة. كما عبرت وسائل إعلام المغرب أنه بدت على الإمام وباقي المصلين علامات الخشوع